الزمالك بروح الفانيلا البيضاء وبالجرينتا والاستبسال قدر ان هو يجيب بطاقه التاهل لدور ال 16 النهارده في وسط حضور 40,000 متفرج ولا اروع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمود هشام في حلقه جديده من ملعب المدفعجي، وهنبداها بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت مش متابعنا على اليوتيوب يا ريت تنزل وتدوس زرار السبسكرايب الموجود اسفل الفيديو، وتفعل كمان زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وتخبطنا واحده لايك كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. برغم كل الظروف اللي بيمر بيها الزمالك اليومين دول من ايقاف للقيد وكمان الغرامات اللي موجوده على النادي من بره، الزمالك قدر ان هو يعمل ريمونتادا بعد ما اتاخر في الشوط الاول بنتيجه 1-0، واصبح ان هو مطالب ان هو يسجل 4 اهداف بعد هزيمته في مباراه الذهاب بنتيجه 2-0، لان كده النتيجه اصبحت 3-0 بعد الهدف الاولاني اللي احرزه نادي ارتا سولار في القاهره. فاصبح الزمالك مطالب ان هو يسجل 4 اهداف علشان يخطف بطاقه التاهل لدور ال 16. 45 دقيقه من الشوط الثاني كانوا نار، كانوا كافيين جدا ان الزمالك يعمل الريمونتادا بتاعته ويخطف البطاقه بتاعه التاهل عن طريق يوسف اوباما، لان بعد نزول اوباما الزمالك شكله اختلف تماما في الشوط الثاني، لان اوباما هو اول من سجل في اللقاء لصالح نادي الزمالك، وكمان هو اللي عمل الاسيست لشيكابالا عشان يحرز الهدف الثاني ويتصعب الماتش اكتر واكتر على ارتا سولار اللي كان منكمش جوه نص ملعبه، واللي قدر الزمالك برده من خلال العرضيات اللي كان شغال بيها يمين وشمال والكرات الثابته اللي كانت شغاله انه يحرز الهدفين الثالث والرابع من خلال الزحمه بتاعه المهاجمين اللي موجوده جوه ال 18 بتاع ارتا سولار. بس انا زي ناس كتير بقول لنادي الزمالك برده لسه بدري قوي على الدراما دي، احنا لسه في دور مجموعات 6 ماتشات رايح جاي، وكمان لسه في عندك دور الثمانيه ونص النهائي والنهائي ده لو وصلت للحد البعيد ده. بس انا بصراحه انا شايف ان الزمالك بالشكل ده ما يطمنش. طبعا لو انت زملكاوي بتتفرج على الفيديو هتقول لي يا عم خليك في الفريق بتاعك، هقول لك يا حبيبي انا برد عليك كلام كوره. الزمالك فعلا في الشوط الاولاني شكله ما يطمنش، وقدام فريق زي ارتا سولار ده اللي ما كانش عنده اي امكانيات اساسا غير ان هو احرز الهدف الاولاني وتراجع لنص ملعبه علشان يحافظ على التقدم ده، حتى هو منكمش في نص ملعبه وبيدافع في الوقت الباقي من الماتش انت قدرت تخطف منه 4 اهداف. انت لسه ما قابلتش فرقه تقيله زي مثلا عندك نهضه بركان، وعندك من مصر برضه في فيوتشر، وعندك من تونس في الافريقي التونسي، وعندك من المغرب في الفتح الرباطي، فلسه في فرقه تقيله انت لسه ما قابلتهاش. الاداء بتاع النهارده ده مش مقياس نهائي، عشان كده انا بقول لك منظر الزمالك النهارده ما يطمنش. لكن نخش النهارده بقى في موضوع حلقتنا والرد على تصريحات حسين لبيب المرشح المحتمل لرئاسه مجلس اداره نادي الزمالك اللي انا اتكلمت عليه من كام يوم، وقلت ان هو عنده كميه رقي مش طبيعيه في كلامه، وبالذات الكلام عن الاهلي، حتى طريقه كلامه زي ما انا قلت قبل كده ان هي غطت على البلاعه اللي كانت بتتكلم قبل كده. لكن لما تحط الاهلي في جمله مفيده وتقول انك راجل قوي وتقدر تاخد اي لاعب من الاهلي، فهنا نقول لك ستوب. مبدئيا كده انت اتكلمت عن النادي الاهلي بدون داعي وبدون ما اي حد اساسا في النادي الاهلي سواء اعلاميا او من مجلس الاداره يذكر اسمك او يتكلم عن نادي الزمالك بشكل لا يليق، وقلت انك عندك القدره ان انت تخطف اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي وتضمه لصالح نادي الزمالك. لكن فعلا هل انت عندك القدره انك تعمل الموضوع ده؟ يا راجل ده مرتضى وهو موجود في نادي الزمالك قبلك ما قدرش يخطف اي لاعب من الاهلي، بل بالعكس الاهلي خطف منه كذا لاعب قبل كده، اولهم طبعا كان مؤمن زكريا، وثانيهم هو محمود عبد المنعم كهربا، وثالثهم هو امام عاشور. وبناء عليه جمهور الاهلي طلع ورد عليك في مباراه سان جورج اللي فاتت اللي هي كانت يوم الجمعه، وقال لك حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب. لكن في الاول وفي الاخر ده جمهور انت ما ينفعش ان انت ترد عليه او تحتك بيه. بس اي زملكاوي طبعا بيتكلم عليه حد اهلاوي يقول لك ازاي انا ما اردش، لا ده انا ارد، ده انا راجل قوي. بس سؤال مهم كده يا ليبو برضه انا عايزك ترد عليه لو شفت الفيديو ده، هل انت بتقول الكلام ده عشان تبين ان انت تقدر تجر شكل الاهلي وتبين انك مش كيوت، ولا انت عايز تلم صوتين زياده في الانتخابات عشان تبين بس للناس انك راجل قوي؟ الواحد كان قال اخيرا خلاص خلصنا من مرتضى وهنتعامل مع رئيس عنده كاريزما شويه وعنده طريقه كويسه في الكلام، بس الظاهر ان الزمالك وجمهوره بيحبوا ان الرئيس اللي يمسك النادي يبقى بالعقليه دي، وطالما حطيت الاهلي في دماغك يبقى مش هتجيب خطوه لقدام. وبعدين انا عايز اسال سؤال يا عم لبيب كده، زمالك ايه اللي بقاله 20 سنه بيدار بطريقه خاطئه؟ وان الزمالك لو عنده نفس الامكانيات اللي عند الاهلي كان زمانه شارخ بشكل كبير جدا عن الاهلي. يا راجل ده لولا الحكومه اللي متمثله في وزاره الشباب والرياضه عماله تقف في ظهركم بقالها كذا سنه كان زمانكم مصيركم زي الاسماعيلي دلوقتي بتنافسوا على الهبوط. ولو انت مش مصدقني تعالى وانا اقول لك امثله من الدعم ده جالك منين. انت عليك مديونيات لاتحاد الكوره كفيله كفاله تامه ان هي توقف القيد عندك في النادي وما تأيدش ولا لاعب انت جبته سواء في الانتقالات الشتويه او الانتقالات الصيفيه. لكن في اخر اللحظات كان القيد بيتفك عنك رغم ان انت كنت اكتر نادي في مصر عليه اتحاد الكوره. دي النقطه الاولانيه. بالنسبه بقى للنقطه الثانيه، انت نسيت لما اشرف صبحي طلع في تصريح رسمي وقال لك ان احنا بنحاول بشتى الطرق ان احنا نلحق الارصده بتاعه نادي الزمالك اللي محجوز عليها في البنوك علشان يفضل كيان نادي الزمالك مستمر، وانه مش هيسمح باي حاجه ان هي تعثر نادي الزمالك. اما بالنسبه للنقطه الثالثه بقى ودي اهم واحده فيهم، انت نسيت لما وزير الشباب والرياضه قعد مع فرجاني ساسي علشان بس يطلب منه التجديد لنادي الزمالك رغم برضه ان اللاعب كان رافض وفضل رافض ومكمل في موقفه واتجه للعب بره مصر. دي امثله بسيطه يا عم لبيب كده
كده لدعم الدوله لنادي الزمالك، ومش هنكر برضو دعم الدوله للنادي الاهلي، لكن لو بصينا برضو على الموضوع بشكل نسبي شويه هنلاقي ان الموضوع مع الاهلي 90% قدرات و10% دعم دوله، لكن لو بصينا على نادي الزمالك هنلاقي 99% دعم من الدوله و1% قدرات. اما بالنسبه بقى لاحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك اللي طلع واتكلم ان احنا هنحجز على كل الممتلكات بتاعه محمود عبد المنعم كهربا وكمان ارصدته في البنوك علشان هو ما سددش الغرامه بتاعته لحد دلوقتي اللي هي قيمتها 2 مليون و500 الف دولار. هو مبدئيا زي ما احنا قلنا قبل كده ان الغرامه بتاعه كهربا موجوده مع اللاعب بالفعل وجاهزه للسداد. ثانيا وده الاهم ان دلوقتي الاهلي في محطه ان هو عايز يثبت القانونيه بتاعه تواجد نادي افيش البرتغالي في الموضوع، يعني افيش البرتغالي يشيل نص الغرامه ومحمود عبد المنعم كهربا يدفع النص الثاني. ثالثا وده الاهم بقى لما نتقابل في المحكمه الرياضيه ان شاء الله يوم 8 اكتوبر اللي جاي، المحكمه هتطلع طبعا قرار بايقاف اللاعب، لكن اللاعب برضه هيطعن على الموضوع من جديد بسبب تقديم شويه اوراق كده عن قانونيه تواجد نادي افيش البرتغالي علشان يتم دفع نص الغرامه من جانب النادي البرتغالي. يعني الموضوع مكمل معانا كده شويه لحد سنه 2024 ويحيينا ويحييكم ويدينا ويديكم طول العمر، فما تجيش تبلع الحبيتين علينا وتقول اصل احنا هنحجز وهنعمل وهنسوي وهنجيب وانتم ما تقدروش تعملوا اي حاجه من الكلام دوت ومفيش قانونيه ان انتوا تعملوه اساسا، وان الموضوع لسه مكمل معانا لحد السنه اللي جايه ومين عالم ممكن يطول اكتر من كده. والله عيب في سنكم ده تطلعوا تتكلموا وتضحكوا على الناس بالاسلوب والمنظر ده. نروح بقى للبيه بتاع مش كده ولا ايه. هو احمد الطيب عشان لو ما عرفتش انا بتكلم على مين، طلع وكتب على الاكونت الرسمي بتاعه على الفيسبوك قال لك ايه، قال لك ان دلوقتي احنا عايزين بس بعد رحيل مرتضى اللي المفروض ان هو كان قليل الادب، على فكره هو اللي بيقول مش انا، ان التحكيم يبقى بالادب مش بالاقتناع، وان المباريات تبطل تتستف للنادي الاهلي حسب مواجهاته الافريقيه، وان الاهلي يلعب في الاسماعيليه زيه زي بقيه الخلق ويرجع المصري يلعب في ملعبه تاني في بورسعيد. طب ناخد الكلمتين بتوعك دول كده نقطه نقطه عشان نعرف نرد عليهم يا ابو حميد. تحكيم بالادب ايه ومش بالاقتناع ايه يا عم الحاج؟ هو انت ما تعرفش ان التحكيم كان بيدار بروح البروتوكول وبروح الاحتواء زي ما كان محمد عادل قال، ولا دول كان طعمهم حلو عشان على كيفك وكيف نادي الزمالك؟ اما بالنسبه بقى للنقطه اللي انت بتتكلم عليها عن تاجيل مباريات الاهلي بالكيف، يا حبيبي مش لما ناديك الاول يوصل للادوار اللي بيوصل لها النادي الاهلي علشان نتكلم في الكلام دوت، وانت هتلاقي بنفسك انك بيتوجب معاك نفس التوجيب اللي بيتوجبه معانا، وبعدين برضو مش لما نلعب في دوري منتظم الاول بعدين نبقى نقول اصل الاهلي. اما بالنسبه بقى ان الاهلي مش بيروح يلعب في الاسماعيليه، طب انا هقول لك حاجه بسيطه خالص، هل في نادي من الناديين سواء الاهلي او الاسماعيلي يقدر يجيب موافقه مثلا ان الاهلي يلعب مع الاسماعيلي في القاهره او ان الاسماعيلي يلعب مع الاهلي في الاسماعيليه؟ الكلام دوت مش هيحصل خالص، ومفيش نادي من الاثنين هيقدر يطلع تصريح امني بالموضوع ده ان الفرقتين يلعبوا على ملاعبهم. لكن النقطه اللي انا حابب الفت انتباهك ليها ان الاهلي والاسماعيلي بيلعبوا الماتشات بتاعتهم رايح جاي على ملعب برج العرب، يعني فين التحيز في كده؟ اما بالنسبه لان النادي المصري يروح يلعب المباريات بتاعته في بورسعيد، حبيبي المصري بيلعب المباريات المحليه بتاعته كلها بقاله 11 سنه بره بورسعيد، واللي انا اعرفه برضو ان استاد بورسعيد اتهد وبيتبني تاني من جديد، فمعلش مش كل ما تتنسي تطلع تفكر الناس بيك بكلمتين هايفين. والى هنا يا الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم، لو عجبتك الحلقه دوس لايك وسبسكرايب، اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.